انتوا عارفين ايه ده؟ ده لو الناس كلها استخدمته شركات الشامبو هتفلس. انتهرت ونقوت اكرمكم الله يغسل به الموتى. ذكره الله في سورة الواقعة آية 28 في سدر مخضود. ده السدر سبحان الله منجم من الفوائد. عندك مشكلة في شعرك، عندك مشكلة في جسمك، عندك مشكلة في بشرتك، استخدم السدر. سبحان الله شعرك خفيف وعايز تقويه، استخدم السدر. شعرك حاسس ان هو باهت وبيقصف وعايز تديله لمعة، استخدم السدر. عايز تطلع البيبي هير عمال تعمل بالديرمارول واستخدمت مينوكسيديل واستخدمت فاستر واستخدمت كابكسيل واستخدمت كل المنتجات دي، استخدم السدر. عايز تدي لمعة لجسمك وتبقى نظيف وريحته حلوة، استخدم السدر. كان نفسي اقول لكم ان هو سنة مهجورة، ولكن للأسف لم يذكر حديث نبوي صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه استخدم السدر. كان اجتهاد من بعض اصحاب العلم والحكمة والصالحين، وحبوا ينقلوا لنا التجربة والفوائد اللي لقوها من السدر. جيبوا منين؟ هو انت ممكن تلاقيه في مصر، بس للاسف ممكن تلاقيه مضروب او مطحون بالجذور بتاعته، فمش هتلاقيه الطف حاجة. لو انت عايز صدر كويس يا ريت تجيبه من المدينة المنورة، ان ده افضل انواع الصدر، ولازم تركز ان هو يبقى لونه فاتح مش لونه غامق. ولو انتوا عايزين خلطات ازاي تستخدموا الصدر اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبس كده.